هلا وشونكم. طبعا اللي دزول يريدون يعرفون تفاصيل اكثر عن الشامبو اللي حكيت عنه من قبل، اللي هو هذا شامبو الكركار. راح اجاوبكم شيء اكيد كلكم تعرفوه. هذا الزيت، زيت الكركار اللي تقريبا كل العراق مستخدمه، وحتى بدول الخليج وهواية دول استخدموه وكلهم حبوه. فلما شافت الشركة انه اكو فائدة كبيرة وإقبال على هذه المكونات اللي موجودة بالزيت، صنعوا لكم هذا الشامبو والكونديشنر والسيروم من نفس المكونات المفيدة اللي موجودة بزيت الكركار، وهو أيضا مصنوع من زيت الكركار. بس شنو الحلو بهذا الشامبو؟ شوفوا هسه أنا من نوع الناس اللي تغسل شعرها كل يوم، فمن أغسل شعري كل يوم وأشسوره هواية أكيد كلش راح ينشف وكلش راح يتعب. أغلب المواد حتى من الماركات العالمية بيها مادة البيرابين، وبيها مادة السولفيت، وبيها مادة طبعا اللي كنت لازمته قبله هو الكونديشنر. هذا هو الشامبو، أخذت اللون البرتقالي للشعر الجاف. طبعا المواد اللي ذكرتها اللي هي البيرابين والكلوريد الصوديوم والسولفيت موجودة بمعظم منتجات الشعر. ليش؟ لأنه هي بالذات بالشامبو تنطي تنظيف كلش قوي، تنطي رغوة عالية، والسولفيت هو أصلا موجود بمواد التنظيف مال البيت، فتخيلوا ايش قد يدمر الشعر. هذا الشامبو كل هالمواد فري ما موجودة فيه، عبارة عن مواد طبيعية وزيت الكركار وفيتامين اي. المشكلة الثانية اللي كنت أواجهها بالشامبوهات إنه من أشتري شامبو للشعر الدهني ألقى شعري صار كلش جاف وسحب كل الدهون الطبيعية اللي موجودة به حتى ترطب الشعر وتغذيه. إذا أشتريه للشعر الجاف ألقى ثاني يوم شعري كلش زيت. بس إنه شامبو ينظف وبنفس الوقت ما يجفف، فهو هذا. وأنا متأكدة مثل ما الزيت مالته أخذ صدى كلش واسع بأنه هو زيت مثل السحر، هذا الشامبو راح ينطي نفس المفعول لأنه هو من نفس المواد. مو كلام دعايات، جربوا وراح تشوفون بعيونكم، وانتظر تسووا لي منشنات للتجارب مالتكم. ما اقول لكم من بعد اول استخدام، ولو حتشوفون فرق من اول استخدام، خلينا نقول من ثالث استخدام راح يكون فرق كلش كبير. جربوه انتو، خلي بالبيت وياكم يجربون عدة انواع شعر، راح تلاحظون انه هو يفيد الكل. اللي شعره دهني خليه ياخذ للدهني، واللي شعره جاف خليه ياخذ للجاف، واللي مسوي كرياتين خليه ياخذ الشامبو الخاص بالافتر كرياتين. وطبعا ما ننسى، والبنات وحتى الشباب اللي مسوين كرياتين وبروتين لشعرهم همين اسوي لكم هذا الشامبو اللي هو افتر كرياتين شامبو. هذا لانه ما بي ماده الصوديوم، كلوريد الصوديوم. كلوريد الصوديوم هي اللي تقضي على الكرياتين والبروتين اللي بالشعر، وتخلي الكرياتين اللي سويته ما يبقى بشعركم يمكن حتى اقل من شهر. فهذا لانه ما بي هذه المواد، يبقى الكرياتين محافظ على وجوده بشعركم لمدة أطول، بالإضافة للنعومة اللي هو يضيفها بسبب الفوائد العظيمة اللي موجودة بزيت الكركار. تقدرون تسوون عنه سيرش على الإنترنت وتعرفون شنو فوائد الكركار، يعني إنه هو مصنوع من زيوت حيوانية طبيعية. فإنه الأقوى ميزة بيه إنه هو كلش ينعم الشعر وكلش يسرحه، وهاي النفشة اللي هي تصير بالذات بالصيف يقضي عليها تماما. ما احكي لكم عن